السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم طلاب الصف الثامن الأعزاء في المنهاج الأردني في حل أسئلة كتاب التمارين الدرس الثاني، حل نظام من معادلتين خطيتين بالتعويض. هذا الدرس أنا شرحته في القناة من كتاب الطالب، وحليت كمان أسئلة الدرس. فإذا أنت بتحب أنك تروح تحضر الشرح بعدين ترجع لهون بيكون أفضل، أنا هيك بنصحك. طيب إذا أنت حضرت الشرح أو حتى لو ما حضرته رح برضه أنا أعيد فكرة الدرس. اكتب بجانب كل نظام معادلات مما يأتي رمز التمثيل البياني المناسب له وأقبل إجابتي. صح، نسيت أحكي لكم، إذا أول مرة بتشوف القناة اشترك فيها، وإذا أنت أصلا مشترك اعمل لايك وشير للفيديو لحتى الكل يستفيد. هلا الحل بالتعويض يعني بدك تعتمد معادلة إنك تخليها موضوع قانون، تخلي واي أو إكس فيها موضوع قانون، وبعدين تعوضها في المعادلة الثانية. هلا المعادلة الأولى فيها واي موضوع قانون جاهزة، المعادلة الثانية بدي أعوض فيها المعادلة الأولى. إذا نعوض معادلة 1 في 2، فكالآتي رح يصير عندي إني أنا بدي أعوض مكان واي. طبعا هم التنتين على فكرة مكتوبات بالنسبة لواي عادي، حط مكان واي يلي هون القيمة هاي يلي بالمعادلة الأولى، فبصير عندي x ناقص 2 يساوي ناقص 2x زائد 1. انقل السالب 2x لهذا الطرف وانقل السالب 2 للطرف الثاني، فبصير عندي 1x زائد 2x يساوي 1 زائد 2. 3x يساوي 3، بقسم الطرفين على 3، x بتساوي 1. هلا x هاي بروح بعوضها في أحد المعادلات لحتى أجد قيمة y، فمثلا بعوضها بالمعادلة الأولى، فواي بتساوي 1 ناقص 2 ويساوي سالب 1. إذا اللي هي زوج إحداثيات الحل هو 1 مع سالب 1 تمثل نقطة تقاطع وحل للنظام. تمام؟ طيب ننتقل الآن إلى حل المعادلة الثانية في كتاب التمارين. شايفين كيف الموضوع كتير سهل؟ غالبا هي بتيجيك أصلا جاهزة كموضوع قانون، بس أنت عليك إنك تعمل التعويض، وإذا مو جاهزة أنت بتعمل وحدة منهم موضوع قانون. طيب المعادلة الأولى واي فيها موضوع قانون، المعادلة الثانية كمان واي فيها موضوع قانون. بعوض المعادلة الأولى في الثانية، مكان واي هاي بدي أحط القيمة يلي هون نفس ما عملنا من شوي، ف x ناقص 3 يساوي سالب ثلث x زائد 1. بنقل السالب ثلث x للطرف الثاني، بنقل السالب 3 للطرف الأول، بصير عندي 1x زائد 1 على 3x يساوي 1 زائد 3. عندك هنا بتصير هاي الواحد عبارة عن 3 على 3، فبنتج معي 4 على 3x يساوي 4. بضرب بالمقلوب، فإكس بتساوي 4 ضرب 3 على 4، بتروح الأربعة مع الأربعة. كان أصلا بإمكاني أشطب الأربعة مع أربعة من هون على فكرة وأنقل الثلث للطرف الثاني. المهم إكس بتساوي 3. تمام. هلا هاي باخذها بعوضها في المعادلة مثلا الأولى، فبنتج معي واي بتساوي 3 ناقص 3 وتساوي واي بتساوي 0. إذا نقطة حل النظام هي 3 مع 0 تمثل حل النظام. ممتاز. ننتقل إلى السؤال الثالث. طبعا إذا أنا سريعة بالحل بإمكانك تعمل ستوب للفيديو وتاخذ الإجابات اللي بدك إياها. تمام يا بطل أو يا بطلة. طيب برضو هون عندي المعادلتين موجودات موضوع قانون فيهم واي، عادي بعوض الأولى في الثانية فبنتج معي يعني بساويهم ببعض. نص إكس ناقص 2 بيساوي 4 إكس زائد 5. بنقل 4 إكس لهذا الطرف والسالب 2 لهذا الطرف. نص إكس زائد آسفة ناقص 4 إكس يساوي 5 زائد 2. إذا هون أنا نسيت أكتب النص، أوكي. ناقص 4x يساوي 5 زائد 2. طيب هلأ النص هاي
بدها تنطرح من ال4، فبينتج معي 4 ناقص نص مبينة -3.5 إكس يساوي 5 زائد 2 7. هلأ أحول هاي عن طريق الضرب والزائد، فبيطلع معي -7 على 2 إكس يساوي 7، تروح ال7 مع ال7، فبنقل السالب نص للطرف الثاني فبتصير -2، إذا إكس بتساوي -2. عوضها في أي معادلة مثلا الأولى أو الثانية زي ما بدك. نعوضها في المعادلة الثانية، واي بتساوي 4 بسالب 2 زائد 5 -8 زائد 5، واي بتساوي -3. إذا -2 مع -3، هاي هي حل النظام. ممتاز. ننتقل اللي هو اللي تحته، هو كان بده ياني أوصل تمام كل وحدة بحلها. هلأ الثانية حلها -2 مع 3. تمام، -2 مع 3، بالتالي مع -3 عفوا، ف A مع 3، A لازم نوصلها مع 3، والثانية توصيلها مع C اللي هي 3 مع 0. تمام، إذا هاي 3 مع 0، وهاي -2 مع -3. طبعا أنت ما كنت رح تستطيع تعرف من غير ما تحل، فإنه كان لازم إنك تحل. وهنا الواحد مع -1، هاي حل المعادلة الأولى. إذا B مع الأولى. تمام، هيك بنكون إحنا وصلناهم بطريقة صحيحة. طيب، المبرر طبعا إنك بدك تحل، ما في عندك غير إنك بدك تحل، أو من خلال الميل والمقطع. تمام، يعني زي ما بدك. طيب، أحل كل من الأنظمة التالية باستعمال التعويض. نحل الأنظمة ونشوف كيف بدها تتم العملية. طبعا الموضوع زي ما حكيت لك سهل، غالبا بيكون واحدة منهم جاية موضوع قانون. هلأ هاي موضوع قانون، بعوضها في المعادلة الثانية، فبنتج معي x زائد 1 يساوي 7، 2x زائد 1 تساوي 7. بنقل الواحد للطرف الثاني فبتصير -1، فبصير 6، بقسم الطرفين على 2، x تساوي 3. الآن باخذ هاي الثلاث بعوضها في المعادلة الأولى، فبطلع معي y بتساوي 3 زائد 1 يعني بتساوي 4. معناته حل النظام هو 3 مع 4. السؤال الخامس، بعوض y في المعادلة، فبنتج معي 2x زائد 3 بx زائد 5، بعوضها مكان y يساوي 15. بدخل الثلاث جوات القوس، فبنتج معي 3x زائد 15 يساوي 15. هلأ 15 مع 15 بتروح، و2 و3 x بيساوي 5x يساوي 0، x بتساوي 0، بالتالي بعوضها عشان أطلع y بتساوي 5. إذا حل النظام هو 0 مع 5. المعادلة السادسة، عندي x موضوع قانون، بعوضها في المعادلة الثانية، فبيطلع معي 3 ناقص y ناقص y بيساوي -1. 3 ناقص 2y بجمعهم مع بعض، بنقل الثلاث للطرف الثاني، فبصير عندي -2y،
ناقص 1 بيجيها ناقص 3 فبتصير ناقص 4، بقسم الطرفين على ناقص 2، y بتساوي 2، بعوضها لإيجاد قيمة x فبطلع معي x بتساوي 1. إذا نقطة الحل هي 1 مع 2 تمثل حل للنظام. ممتاز. خلصنا 6 أسئلة، ننتقل للمجموعة اللي بعدها واللي هي السؤال السابع، الثامن والتاسع. منلاحظ هون إنه السابعة موضوع قانون وجاهزة، بس الثامنة والتاسعة لأ، فبيكون بدهم شغل شوي أكتر، بس عادي. هلأ أنا بفرجيك كيف بدك تشتغل فيهم. هلأ بدي أعوض y هون في المعادلة الأولى، فبنزل ربع x ناقص، إذا أنا بحل بالسؤال السابع الآن، ناقص 2 بفتح قوس 17 ناقص 2x، سكر القوس يساوي 0، بدخل 2 جوات القوس، ربع x ناقص 34 زائد 4x يساوي 0. الآن بجمع الربع x مع الأربعة x، فبطلع معي 4 وربع x، 4 وربع x يساوي موجب 34 لأني حنقلها للطرف الثاني. هلا هون بضرب وبجمع عشان أحول العدد الكسري، فبصير عندي 17 على 4x يساوي 34، بضرب الطرفين بمقلوب 17 على 4 فبنتج معي 34 في 4 على 17. الآن طبعا إحنا بنعرف إنه 34 من مضاعفات 17، على 17 فيها بواحد، هاي فيها ب2، إذا الإكس بتساوي 8. بعوضها لحتى أطلع واي، إذا أنا هون بس حليت السؤال إيش؟ السؤال السابع، الثامن والتاسع لسه. طيب باجي بعوضها مشان أطلع قيمة واي في المعادلة الثانية. واي بتساوي 17 ناقص 2 في 8، 17 ناقص 16 يساوي 1، إذا واي بتساوي 1. إذا حل النظام هو 8 مع 1. طيب خلصنا 7 أسئلة، نروح للسؤال الثامن وبعده بنروح للسؤال التاسع. ممتاز. طيب هلأ بدي أخلي واي موضوع قانون في المعادلة الثانية، فبصير عندي واي بتساوي -5 زائد 3x، بعوضها في المعادلة الأولى فبنتج معي 3x ناقص 4، بفتح قوس، -5 زائد 3x يساوي 2، بدخل -4 جوات القوس، تمام، فبنتج معي 3x زائد 20 ناقص 12x يساوي 2. هنا حنقل 20 للطرف الثاني، و3 ناقص 12 حيطلع معي -9x يساوي سالب 18. بقسم الطرفين على -9، x بتساوي 2، معناته y تساوي حسب المعادلة هاي اللي أنا ظبطتها، y رح تساوي يا سيدي العزيز -5 زائد 3 مضروبة ب2 -5 زائد 6 ويساوي 1، إذا y بتساوي 1. حل النظام هو 2 مع 1. ممتاز. نروح للسؤال التاسع. طبعا بنلاحظ عدد الأسئلة كبير شوية، بس مو مشكلة، هذا كله مشان أنت تتعود على الحل. بخلي واي موضوع القانون في المعادلة الثانية، فواي بتساوي 3 زائد x، بعوضها في المعادلة الثانية. إذا أنا جعلتها في المعادلة الأولى موضوع قانون، في المعادلة الثانية بعوضها 3x ناقص 2x يساوي 1. هلا بنقل الثلاث للطرف الثاني، 1x وناقص 2x بيطلع معي -1x يساوي -2، نقسم الطرفين على -1، x بتساوي 2. إذا بعوضها في المعادلة هاي المظبطة بتطلع معي y
بتساوي 5. إذا حل النظام هو 2 مع 5. ممتاز. ننتقل الآن إلى المجموعة الأخيرة من هاي الأسئلة، أسئلة حل المعادلات بالتعويض. بعدها بننتقل لمسائل اللي هم إيش؟ من الحياة. السؤال العاشر، بدي أخلي واي موضوع القانون في المعادلة الأولى، فبنتج معي سالب واي بيساوي 14 ناقص 2 إكس، بضرب كل الأطراف بسالب 1 مشان الواي تصير موجبة، فواي بتصير سالب 14 زائد 2 إكس. تمام، باخدها بعوضها في المعادلة الثانية، بحكي نص بين قوسين سالب 14 زائد 2 إكس يساوي 1 زائد 1 إكس يساوي 9. نروح لهنا، بدخل النص جوات القوس، فبنتج معي سالب 7 زائد 1 إكس زائد كمان 1 إكس من برا بيساوي 9. السالب 7 بتروح للطرف الثاني، بنجمع الواحد إكس مع الواحد إكس، فبنتج معي هون 16 بقسم الطرفين على 2، إكس بتساوي 8، معناتها واي بتساوي حسب المعادلة هاي المظبطة بدي أعوض فيها، بيطلع معي 14 زائد 2 في 8، 14 زائد 16 بيساوي 30. إذا حل المعادلة 8 مع 30، هذا هو الحل. ممتاز. نروح للسؤال الحادي عشر. ممتاز. نخلي موضوع القانون في أحد المعادلات، وبدي أخليه في المعادلة الثانية، أخلي اللي هي الواي موضوع قانون، فبنقل، فبصير عندي 2 واي بيساوي سالب 8 زائد 2 إكس، بقسم كل الأطراف على 2، فبيطلع معي واي بيساوي سالب 4 زائد 1 إكس، باخدها بعوضها في المعادلة الأولى، فبيطلع معي 5 إكس ناقص 3 في سالب 4 زائد 1 إكس يساوي 18. 5 إكس زائد 12 ناقص 3 إكس بيساوي 18. مضرب، بجمع الإكس مع الإكس بيطلع معي 2 إكس، بنقل ال 12 للطرف الثاني، ف 18 ناقص 12 يساوي 6، بقسم الطرفين على 2، إكس بتساوي 3، بعوضها في المعادلة المظبطة اللي هي هاي عشان أطلع قيمة واي، سالب 4 زائد 1 في 3، سالب 4 زائد 3 بيساوي سالب 1. هاي هي المعادلة، أو حل المعادلة حيكون 3 مع السالب 1. وننتقل إلى آخر نظام من المعادلات الخطية، واللي هو السؤال الثاني عشر. برضه بدنا نخلي واي أو إكس موضوع قانون، بدي أخلي أنا واي أسهل لي في المعادلة الأولى، واي بتساوي سالب 5 ناقص 3 إكس، بعوضها في المعادلة الثانية، سالب 5 ناقص 3 إكس زائد 6 إكس يساوي سالب 11، بجمع الإكس مع الإكس بطلع معي سالب 5 زائد 3 إكس يساوي سالب 15، سالب 11 آسفة، بنقل السالب 5 للطرف الثاني، 3 إكس بيساوي سالب 6، بقسم الطرفين على 3، إكس بتساوي سالب 2، بعوضها في المعادلة المظبطة، فواي بتساوي سالب 5 ناقص 3 في سالب 2، سالب 5 زائد 6 بيساوي 1. إذا حل النظام سالب 2 مع 1 هو حل النظام الثاني عشر في المسائل. ننتقل الآن إلى أسئلة من الحياة. تمتلك فاتن وفدوى 75 دينار، فإذا كان المبلغ الذي تملكه فدوى مثلي المبلغ الذي تملكه فاتن، فأكتب نظاماً من معادلتين خطيتين ثم أحله
لأجد المبلغ الذي تمتلكه كل منهما. هلا اللي بتملكه فاتن اكس، اللي بتملكه فدوى واي. هلا اكس زائد واي مجموع المبلغين 75 دينار. طيب هلا هو اعطاني كمان معادله، حكى لي اذا كان المبلغ اللي بتملكه فدوى يعني واي تملكه فدوى مثلي المبلغ اللي بتملكه فاتن، فبالتالي انه فدوى بتملك مثلي اللي بتملكه فاتن، فالمبلغ اللي بتملكه فاتن اللي هو x بيساوي 2y. عذرا فدوى معها دبل من اللي مع فاتن، فبالتالي مبلغ فدوى y بيساوي دبل x اللي مع فاتن. ماشي فإنه لا نغير الحروف. طيب المهم هلا بنعوض المعادلة الثانية في الأولى، فبنتج معنا x زائد 2x يساوي 75، بجمع 3x بيساوي 75، بقسم الطرفين على 3، x بتساوي 25. معناته هذا المبلغ اللي بتملكه فاتن، هذا مبلغ فاتن. طيب مبلغ فدوى بدي أعوض مبلغ فاتن في المعادلة الثانية، y بتساوي دبل 25، بالتالي مبلغ فدوى هو 50 دينار. تمام، هذا مبلغ فدوى. أوكي، فهيك إحنا أوجدنا المبلغين. طيب نروح للسؤال الرابع عشر. عمر طارق يساوي 3 أمثال عمر أخته صفاء، إذا كان مجموع عمريهما 36 سنة، فكم عمر كل منهما؟ طيب أول إشي المجموع 36، يعني عمر طارق اللي هو مثلا إكس وعمر أخته صفاء اللي هو واي، مجموعهم إكس زائد واي 36 سنة. طيب حكى لي عمر طارق يعني إكس يساوي 3 أمثال عمر صفاء يعني 3 واي. طيب بعوض هلا إكس في المعادلة، فبطلع معي 3 واي زائد 1 واي بيساوي 36، ف4 واي تساوي 36 مقسومة طرفين على 4، واي بتساوي 9. هذا عمر مين؟ عمر صفاء، عمر صفاء. إذا عمر أخوها طارق رح أعوضه في المعادلة الثانية، إكس بتساوي 3 في 9 بيساوي 27. هذا عمر مين؟ عمر طارق. طيب تحقق من الحل 27 زائد 9 بعطيك 36. إذا حلك 100% مزبوط. مجموع عدد صفحات كتابين سيقرأهما جلال 150 صفحة، إذا كان عدد صفحات الكتاب الأول يقل عن نصف عدد صفحات الكتاب الثاني بمقدار 15 صفحة، فكم صفحة في كل كتاب؟ طيب مجموع عدد الصفحات في الكتابين، نفترض إنه الكتاب الأول عدد صفحاته بيساوي X وعدد صفحات الكتاب الثاني يساوي Y. هلا X أهم إشي عندي وأسهل إشي، X زائد Y رح يكون 150. عدد صفحات الكتاب الأول اللي هو X بحكي لي يساوي أو يقل عن نصف عدد صفحات الكتاب الثاني بمقدار 15 صفحة. إذا نصف الكتاب الثاني اللي هو نص واي ناقص 15 بيساوي اللي هو إكس. بعوض قيمة إكس في المعادلة الأولى، فبنتج معي نص واي ناقص 15 زائد 1 واي بيساوي 150. هلا 1 زائد نص واي 1.5 واي، بنقل ال 15 للطرف الثاني فبتصير زائد 15، فبصير 165. بضرب وبجمع لحتى أحول، فبصير معي 3 على 2 واي
بيساوي 165. بضرب الطرفين ب2 على 3 بنتج معي 165 ضرب 2 على 3. هلا 165 ضرب 2 ومقسومة على 3 بيطلع معي عدد صفحات واي بتساوي 110، اللي هي الكتاب الثاني عدد صفحاته 110. طب الكتاب الأول بعوض واي في المعادلة الأولى، فبنتج معي x زائد 110 يساوي 150. بنقل 110 الطرف الثاني، x بيساوي 150 ناقص 110، x بتساوي 40 صفحة. تمام. للكتاب الثاني هدول هم عدد الصفحات. إذا هذا عدد صفحات الكتاب الأول، هون عندي عدد صفحات الكتاب الثاني. طيب خلصنا الآن كل الأسئلة، ضل علينا بس سؤال اللي هو السؤال السادس عشر. لا تنسى يا مس إنك تشترك بالقناة علشان برضو أحل لك درس حل نظام بالحذف، طبعا من معادلتين خطيتين. كتبت علياء عددين مجموعهما 37. بدي أفترض العدد الأول مثلا M، والعدد الثاني مثلا W. طيب M زائد W بيساوي 37. حلو الكلام، حلو ممتاز. الفرق بينهما يساوي 14. يعني لو طرحنا M ناقص W بده يطلع معي الجواب 14. فما هما العددان؟ طيب هلا بدي أخلي المعادلة الأولى فيها موضوع القانون، فM بتساوي 37 ناقص W، بعوضها في المعادلة الثانية بنتج معي M ناقص 37 ناقص W يساوي 14. بدخل السالب 1 لجوات القوس، بنتج معي M ناقص 37 زائد W ثواني، أنا هون عوضت مكان W، لا لازم أعوض مكان M، عذرا. طيب بدي أعوض مكان M في المعادلة الثانية 37 ناقص W، ماشي. برضو ناقص W بيساوي 14، فبنتج معي 37 ناقص 2W بيساوي 14. بنقل 37 الطرف الثاني، سالب 2W 14 ناقص 37 سالب 2W بيساوي، هون بنتج معانا سالب 23. بقسم الطرفين على سالب 2، فبنتج معي W. طبعا رح يطلع فيهم أعشار، ما في مشكلة عادي، لأنه لما نقسم 23 تقسيم 2 هيطلع 11.5. هاي قيمة W اللي هو العدد الثاني. هلا بعوض لإيجاد قيمة العدد الأول، فM بتساوي 37 ناقص 11.5 بيطلع معي 25.5 قيمة العدد الأول. وما تخاف لما يطلع لك كسور، عادي، الحل مقبول 100%. هو أصلا نفس المطلوب بالسؤال، هاي الإجابة النموذجية. إذا لحد هون بنكون انتهينا من حل الأسئلة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، لا تنسى تعمل لايك وتعمل كمان مشاركة للفيديو لحتى كل زملائك يوصلهم ويستفيدوا بشكل مجاني. إلى اللقاء في الحصة القادمة.